تعرف ان مؤلف كرتون ابرامونيوم طلع مصري؟ دي محادثه معاه على الانستجرام، والراجل المحترم ده قال له اعتقد من مشاهدتي للكرتون انك من اصول مصريه، وهو رد عليه وقال له ايوه انا اتولدت في الاسكندريه بس كبرت وعايش في بريطانيا. المهم الراجل متواضع جدا لان الشات كمل والمؤلف كان بيرد على الرسائل، حتى انه قال له شكرا بالعربي وقال له بالعربي بس مكتوب بالانجليزي، وبيقول كمان ان العربي بتاعه مكسر. المهم الشات اهو يا جماعه لو حابين تقراوه. بس ايه رايكم اعرض لكم بعض اللقطات اللي ليها علاقه بمصر، واكيد هيكون ليها علاقه بفلافل بما انه الشخصيه المصريه في الكرتون. وبالمناسبه اللقطات اللي هعرضها لكم دلوقتي من النسخه الاصليه الانجليزيه، زي الحلقه اللي لما فلافل دخل السجن. انا راجل في السجن، انا راجل في السجن، انا تعبان، انا غلبان، وكمان بقيت زهقان. Don't worry Falafel, we'll have you out soon. والحلقه اللي كلف فيها فلافل قبل اندونيون انهم يعملوا مهامه اليوميه، ومن ضمنها انه يكلم امه، فبالتالي هم هيعملوا كده مكانه، وقبل هيلبس زي فلافل، واونيون هيمسك له كتاب بيقرا منه مكتوب عليه جمل عربيه. Call mama. الو فلافل. الو يا ماما. مش هتصدق اللي حصل لي النهارده. قولي. اشتريت المانجا بس كانت بايظ، رحت قلت له هات فلوس يا مجرم. واخدتي فلوسك؟ هقول لك اللي حصل اول حاجه. ماشي ماما، انا رايح فرح دلوقتي. اوكي باي. واللقطه الاخيره مش محتاج اقول لك اي حاجه صراحه، يعني انت شاهد بس. What the heck is Falafel doing down there? Go. Hello. Why are you screaming? I watch football World Cup. My team Egypt playing first match. Oh, goal!